أكيد يا صديقي، كل يوم بيمر علينا بنشوف المشاهد دي. طفل بيصرخ، بيت بيتهدم، حصار بيخنق الأنفاس، وظالم مكمل في طريقه كأن مفيش قوة في الكون تقدر توقفه. الظالم بيزيد طغيان، والمؤمن حيران ومصدوم. المشهد ده بيخلي سؤال واحد يتردد في كل القلوب قبل الألسنة: يا رب، هو ليه الظالم لسه واقف على رجله؟ ليه ما خدتش حق المظلومين دلوقتي؟ انت مش لوحدك اللي بتسأل، الأنبياء نفسهم اتعرضوا للموقف ده. تعال نشوف الإجابة من كلام ربنا. لو رجعنا بالزمن لقصة أدهى طاغية عرفته الدنيا، فرعون يا صديقي. تخيل فضل كام سنة يذبح الأطفال ويستحيي النساء، سنين طويلة، والناس بتسأل فين عقاب ربنا؟ لدرجة إنه تجرأ وقال: أنا ربكم الأعلى. ربنا ما بعتش صاعقة تحرقه في لحظتها، بالعكس، ده بعت له سيدنا موسى بكلمة لينة. فرعون زاد تكبر وعناد وحشد جيوشه. المشهد كان بيقول إن فرعون هو اللي كسبان، لكن الحقيقة إن ربنا كان بيمهل فرعون قبل نهايته بإرادة فرعون نفسه. والنهاية يا صديقي إن البحر انشق ودخل فرعون وجيشه، وربنا سبحانه وتعالى قال بصوت العدالة المطلقة: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وبنفس المنطق يا صديقي أيضا نشوف النمرود الذي تجرأ وهو يجادل سيدنا إبراهيم عليه السلام بكل وقاحة. قال: أنا أحيي وأميت. رد عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. النمرود سكت، انصدم، فبهت الذي كفر. لكن هل مات في لحظتها؟ لا، عاش بعدها واستمر في طغيانه فترة. ليه؟ لأن قانون ربنا في الأرض مش عقاب فوري زي قوانين البشر المندفعة. قانون ربنا هو الإمحال، هو بيسيب للظالم الحبل عشان لما يجي الحساب ما يبقاش ليه أي عذر، وتكون سقطته درس لكل الأجيال. ومات الطاغية الذي تجبر وادعى الألوهية ذليلا ببعوضة سلطها الله عليه، حيث دخلت من فتحة أذنه واستقرت في رأسه، مسببة له آلاما مبرحة لأعوام عديدة. كان لا يهدأ إلا عندما يضرب بالنعال أو بالمطارق على رأسه، كما ورد في بعض الروايات، كعبرة لنهايته. ودلوقتي يا صديقي الإجابة: ليه ربنا ما بيعاقبش الظالم دلوقتي؟ التأخير جاء مش معناه إن ربنا غافل عنهم، حاشاه، ده استدراج. كل يوم بيمر على الظالم وهو فاكر نفسه انتصر، هو في الحقيقة بيزود في وقود عذابه، وفي نفس الوقت أجر للمؤمنين. المحنة دي هي اللي بتمحص القلوب، بتكشف المنافق من الصادق، وبتخلي الباطل ينكشف قدام العالم كله. التأخير ده هو اللي بيخلي أجر الصابرين يوصل لعنان السماء. يوم القيامة وقت العذاب، ساعتها الظالم هيتذكر كل لحظة، هيقول: يا ريتني كنت اتعاقبت في الدنيا بدل الآخرة. في الختام يا صديقي، لو الظالم اتعاقب في أول دقيقة كان كل الناس آمنت خوفا مش حبا ويقينا. ربنا عايزنا نشوف سقوط الباطل بعدما يستنفذ كل أوراقه. ما تقلقش، ربنا مش ناسي الدمعة اللي نزلت ولا الصرخة اللي مكتومة، النهاية مكتوبة. خليك واثق إن الظالم مهما طال ليله الفجر جاي. بس السؤال مش هو ميعاد إمتى، السؤال دلوقتي هو إحنا نعمل إيه لحد ما الفجر ده يطلع. في النهاية، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس ليصلك الفيديوهات القادمة إن شاء الله.